السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي في كل مكان، ازيكم؟ ازاي اخباركم؟ عاملين ايه؟ النهاردة حاب اشارك معاكم قصة حصلت لي في اللودر اللي هو 950 اتش كتر بيلر. فانا قلت برضو اعرض عليكم القصة دي علشان غيري يستفيد. اللي حصل معاي او الاسباب اللي حصلت معاي ان اللودر كان العزم بتاعه ضعيف خالص. كان العزم بتاع اللودر ميت، وكان بيطلع دخانة جامد، دخانة سود. تمام كده يا شباب. وال الزيت كان خالط جاز. لما طلعت المقاس وشميت الريحة، لقيت ان في المقاس ريحة جاز، فكان خالط معاي جاز على الزيت. فدول كانوا مشكلة معاي. كان العزم بتاع اللودر كان تعبان خالص. كان 3 ضربات في نفس الوقت معاي. لما جبت الميكانيكي حل التربو، اول حاجة لقي التربو مبوش، لقي التربو تعبان، فحل حل مكان التربو اهو. تمام كده. دي رقم واحد. حلينا التربو وركناه على جنب علشان نشوف المشكلة اللي بعده. بعد كده لقينا الرشاشات برضو ما بترشش كويس، مش شغالة. تمام كده. لقينا الرشاشات تعبانة خالص، مش بترش او بتضخ كويس. تالت حاجة يا شباب، لقينا ضرمبة الجاز برضو نفس النظام، مش شغالة كويس، ما بتضخش كويس. تمام كده يا شباب. يبقى اول حاجة التربو كان تعبان خالص، التربو كان تعبان خالص، كان مبوش. حلينا التربو، وبعد كده حلينا الرشاشات، وبعد كده حلينا ضرمبة الجاز. انت لو تلاحظ هتلاقي اهو لسه الحل احنا مركبناش حاجة. ده مكان احنا لسه ما قفلناش حاجة يعني. احنا بس انا بوريك ان احنا حلينا التربو. تمام كده. اوريكم مكان ضرمبة الجاز. بص كده يا شباب اهو مكان ضرمبة الجاز هنا. تمام كده. حلناها برضو، لقينا فيها مشكلة، لقينا فيها مشكلة. فاللودر كتر خيره ان هو كان ماشي معاي. اللودر كان تعبان خالص، كان العزم بتاعه تعبان جدا جدا جدا. فأي واحد، انا بنصح اي واحد لقي العزم بتاع اللودر تعبان جدا، ما بيسحبش، المكنة مكتومة، صوت تكتكي مش الصوت الطبيعي بتاع المكنة، يبقى ممكن حاجة من الاتنين. ممكن يلا التربو، او ممكن الرشاشات، وممكن برضو ضرمبة الجاز. 3 حاجات دول هما ممكن تلاقي فيهم العيب. فاول ما يحصل معاك المشكلة دي، اول ما تحصل معاك المشكلة دي تجيب ميكانيكي يشيك لك على اللودر في اسرع وقت، علشان باقي المكنة ما يحصلش فيها عطل وما تخسرش حاجات تانية كتير. تمام كده يا شباب. دي كانت قصتي مع اللودر. اللودر كان تعبان جدا، كان ميت خالص، العزم بتاعه كان ضعيف جدا جدا. فالحمد لله احنا خدنا الميكانيكي فك اللودر، وخدنا الحاجات دي علشان نودوها الاختصاص بتاع الرشاشات وبتاع الضرمبة. فان شاء الله هيتصلحوا وهيركبوا في اقرب وقت. آه، وحبيت انا اقول لكم الموضوع ده علشان تاخدوا بالكم وتشوفوا المشكلة فين. فضروري لو سمعت اي صوت في المكنة او العزم بتاعها تعبان جدا، صوت المكنة، العزم معلش انا اسف، ضعف العزم بتاع اللودر لو لقيته ضعيف خالص، ضعيف جدا، واخد بالك، فهتطلع لك حاجة من ال3 دول، يا اما الرشاشات، يا اما التربو، يا اما مكنة الجاز. وده كان موضوعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تسيب لي رأيك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.